الحقيقه انا كنت واخده عهد على نفسي ان انا مش هتكلم عن اي حاجه تخص مصر. عارفه ان ناس كتير هتقول لي انت بتتكلمي عن مصر ليه وانت مش عايشه فيها؟ ما تتكلمي عن الحاجات اللي موجوده عندكم في امريكا. بس انا الحقيقه اللي حصل اليومين اللي فاتوا في موقعه المدرسه المسيحيه، وانا مسميها موقعه المدرسه المسيحيه قصده، يعني خلاني مش قادره ما اتكلمش. الحقيقه مؤخرا يعني ناس كتير قوي بتقول لي لا، مصر اتغيرت تماما، مصر ما بقتش هي مصر اللي انت تعرفيها. طرق ايه، كباري ايه، اشارات ايه، النظافه والشياكه، المدن الجديده، حاجه كانك مش عايشه في مصر. قلت يا دي حاجه كويسه قوي، طب انا يعني المفروض انزل ابص بصه بقى اشوف يعني الدنيا اخبارها ايه. بس الحقيقه كل الانجازات الرائعه جدا كانت كلها انجازات في الجمال، لكن ما كانش فيه اي انجاز في الانسان. بالعكس، احنا من سيء لأسوأ. والموقعة بتاعت المدرسة المسيحية دي أكبر دليل على إن إحنا مفيش فايدة فينا لأسباب كتير قوي. أهم سببين فيهم الفقر والجهل. الفقر بيولد جهل، واحنا كل ما بنفتقر الحمد لله بنتجه للدين. الدين في مصر مليان حاجات جميله قوي، وهي الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي. الدين بيقول لها انه الست المسيحيه دي هي السبب في انه مستقبل عيالك هيضيع، فهي بتشتمها، بتقول لها يا مسيحيه يا وانت هتضيعي مستقبل عيالك. هم رايحين في مدرسه، في مكان تعليمي، مبنى تعليمي، المفروض مكان محترم، في مدرسه المفروض ان هي بتعلم بناتهم يعني، فالمفروض على الاقل يحترموها قدام بناتهم، عشان البنات يحترموا المدرسه دي في يوم من الايام، ما تخرجش الفصل يبقى على قفاها يعني. الحاجه الثانيه، هم شايفين ان هم من حقهم ان بناتهم تغش وتنجح بالغش. ده ليفل تاني خالص من الجهل. عايز عيالي ينجحوا حتى ولو بالغش. الست كانت بتعمل شغلها بمنتهى الاحترام، يعني على الاقل لسه محتفظه بشويه قيم. على فكره ممكن يكون احتفاظها بالقيم ده ليه واعظ ديني زي ما بيقولوا، يعني ممكن يكون دينها المسيحي يا مسيحيه يا هو اللي مخليها تحتفظ باخلاقها. طيب احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا بنبني جيل متخلف، جيل قليل الادب، اصلا جيل جاهل من اول يوم، بدون تعليم بدون حاجه. فانت بتزرع بذره، انا ممكن اخد الحاجه بالغش، ممكن اخدها بالكذب، ممكن اخدها باللف والدوران، وخد جيل مبني على الغش. ده الجيل اللي جاي. الموقعه بتاعه المدرسه المسيحيه دي بليغه جدا، لان هي بلغت قمة التدهور الديني في بلدنا، التدهور الأخلاقي في بلدنا، التدهور المجتمعي في بلدنا. هي لمت كل حاجة في موقف واحد بس كده، خلت فعلا الواحد شايف انه مفيش فايدة، لانه مفيش جنيه استثمار لتثقيف الشعب ده، لتعليمه ازاي نعيش مع بعض في بلد واحد، في وطن واحد، كمواطنين محترمين متحضرين قادرين يعيشوا مع بعض بشكل زي بقية بلاد العالم. مفيش حد بينادي حد بدينه نهائي. هل في امل انه يكون في الوقت اللي جاي نلحق يكون في استثمار في شعبنا، في شبابنا، في عيالنا، في اخلاقهم، في تثقيفهم، في تعليمهم، ولا احنا هنفضل زي ما احنا كده من سيء لأسوأ؟